نحبوا نمشوا لتونس. تونس؟ اي صلوا على النبي ذريتي صلى الله عليه. جابنا لتونس. ندخلوا نعملوا طلع على حتى تونس من داخل. الله دخلنا للمحطة. Bem-vindo a Tunísia. وهي كانت عاصمة المسلمين في غرب الأندلس. هذا هو الملك سانشو الأول ملك البرتغال اللي في عهده هو طاحت الدولة الإسلامية. ديما تونس في بال العبد وين يحوس تونس في بال. هذه الشبابيك مش تفكرنا بشبابيك سيدي بوسعيد كي يبدا فيهم هيك كيما النص الدائرة معناه. بسم الله ما شاء الله مازال فيها الماء. يا الله مازال فيه الماء البير. اللغة العربية في أشهر ساحة في البرتغال، ساحة المعتمد ابن عباد. يصلوا في اتجاه قبلة المسلمين. هاوينا هكا اللي نشوفوا فيه غادي هو المحراب اللي قاعدين نشوفوا فيه توا المنبر، هكا الباب الصغير وين كان فما منا دروج ويطلع الإمام باش يخطب نهار الجمعة. أول حاجة تعرضنا الصليب، اللوحة هذه اللي هي كما قاعدين تشوفوا معناها المحارب الصليبي كيفاش هو عافس على الجندي المسلم. إن شاء الله أيامكم كلها ورود. موجودين في جنوب البرتغال. بجوز الأطفال عجبتكم البرتغال ولا؟ اي اما نحبوا نمشوا لتونس. تونس؟ اي صلوا على النبي ذريتي صلى الله عليه. أما لا سيدي يسلم باباكم، والله العظيم الكربة لو وقفتها كان في تونس. والبحر البحر اش بنعمل له البحر؟ دبر المحيط راسك. الأطلسي. اي تعال نسكم ربيع ساعة نحطكم في تونس بإذن الله. أنا نتبعوا فيك انا نتبعوا ونشربوا كابيسان ونحب نشرب قهوة تعمل 66 كيف في تونس. اش قولكم؟ زعما كيفاش هذه؟ ترى جاوبونا في التعليقات كيفاش تصير العملية هذه. في البرتغال. بسم الله ما شاء الله. هذه الطريق اللي تهز لتونس ما شاء الله، وحتى الزيتون الدنيا الأخضر والله العظيم تقول عليك في تونس. معناها طريق الوطنية دنيا خضراء. كان نكمل عاد فما قوارص بالحق نقولوا الوطن القبلي على قاعدة يعني. بسم الله ما شاء الله يا ربي. تو على حسب الكلام تونس مازال لها كيلومتر. معانا سيدي نستنوا باش ندخلوا تونس من جنوب البرتغال. هاي البلاك وصلنا تونس في جنوب البرتغال. هي تونس جابنا لتونس. يعطيك الصحة سيدي. رحلتنا مازالت متواصلة باش نعملوا جولة في وسط مدينة تونس. هي مدينة مش كبيرة برشا، فيها برسك 2000 ساكن. نعملوا دورة نشوفوا فماش وجه تشابه من تونس متاعنا معنا. خليكم معنا. ندخلوا نعملوا طلع على حتى تونس من داخل. بسم الله دخلنا للمحطة. هي فارغة الحق متاع ربي معناها، هو مازال الصباح ويمكن ما هي كما قلنا المنطقة صغيرة معناها تونس. دنيا منظمة دنيا نظيفة بالفايونس القشية هو سيدي. زي قشية تونس الرخامة صب بالله زي قشية. شباك مسكر بالنسبة لتو. شوف الفايونس وشطر أبيض وأزرق غامق. البيبان زاد بالله ما ناكلوش هذا الطن بالحق باب اللوح وبالله من فوق. أي شوفوا هيك الباب معانا. بيبان تونس عندنا قهوة زاد برا. سمح الفكرة هذه محل عندها ذرية صغار تخوف شوي، أما فكرة معناها قهوة على السكة طول. على السكة طول سمح. هاي سيدي السكة وهذه منا القهوة. شوف حتى الفايونس. شوف النقشات هذه ما هياش والله قريبة. أنا أصلا أهلي عندهم هيك أما على المارون تاع الثمانينات. أي ماشي عارف سيدي. هذه محطة القطار في تونس. تونس البرتغال. عندني كالم بلاصة. هاي ديارنا غادي. بسم الله ما شاء الله. هذا أول وجه تشابه معناها على تونس متاعنا. هاي نزيدكم تونس الفوق هنا. هما تونس راهم ينطقوش فيها تونس كيما ننطقوا فيها احنا، ينطقوا فيها تونش. الأس هذيك ينطقوها شاء. ما شاء الله. ما زلنا مواصلين نزيدوا نكتشفوا وجه تشابه آخر معناها في المنطقة. خليكم معنا. هذا واحد من الشوارع في تونس. بسم الله ما شاء الله منظمين وكل شيء. أما أكثر واحدة باش نركز عليها اللي هي البيت الدار هذه، لأن فيها كالفيراندا. حتى أكيد في الشمال فما معناه
هكا اللي يبني لوطه يبني الفوق ويعمل هيك الفيراندا الفوق هيك. هي ما عندها حتى محل من الاعراب راه. كان ديكور. لا ينجموا يستعملوها كم تراس علاش؟ قليل. موجود. لا عجبني حتى البيبان، ركزي لي على البيبان الحديد. شوف البيبان الحديد بالحق. شوف هكا زي البيبان الفايونس، بدني. هكا الفايونس في الفيراندا من عهد الثمانينات معناه. عاش يعملوا فيه تو. شوف الباب الحديد. والدروج من برا. محلاه. شوف الفايونس. البلاصة كالم 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 على الاخر. هم جوها السكان الاصليين معناها التوانسة الاصليين بيعملوا الحس هنا تو. سيدي نزيدوا نواصلوا ونستكشفوا. اليوم جاء 5 توانسة. ما شاء الله. هاكا هو. ما يغركمش ساكتين قدام الكاميرا كهو. تحيا تونس الخضراء، يحيى دم الشهداء، أوفياء العظماء. تحيا تونس. تحيا تونس. نقولكم على حاجة، تو احنا ما نمشوا بين البيوت وكل شيء، ثم ريحة نتاع ماكلة فايحة 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 بسم الله ما شاء الله. تقولش معناها هيك الصلصة اللي قاعدة تطيب، هي غير الريحة ما تخرجش من الكاميرا معناها، أما لهنا وأنت تتمشى تشم فما ريحة نتاع بزارات نتاع فاحات نتاع ماكلة قاعدة تطيب، وماكلة فايحة برشا. هذه احنا نمشوا تعدينا على جردة، هي مش جردة مش عارفة معناها زي دار مهجورة. دار مهجورة. شرط لحم، فما الكرم، فما البصاع، وفما زيت الزيتون. بالله هذا الحيط مش يفكرنا بك الحيوط معناها، خاصة في جربة موجود. هو مش طابية لأنه هو مبني بني حيط قصير هيك. قبل كي كنا صغار ننقزوا منه ونمشوا نحو، كان فما شجر مثمر. ربي سامحنا إن شاء الله. الياجور، حتى الياجور موجود. اللي لاحظته في البرتغال البني بتاعهم مش كيما فرنسا معناها، بنيهم بني صحيح كيما تونس بالضبط. وبسم الله ما شاء الله عندهم فيلات ما شاء الله تفكرك معناها فيك الفيلات المضخمة في تونس معناها. وعلاش لازم تعرفوا المنطقة هذه حكمها المسلمين لمدة أكثر من 500 عام. هذاك علاش تشوفوا نلقوا القوارص، نلقوا القوارص، والزيتون والنخيل والكروم هذه البصاع، هذه يسموه البصاع في تونس. يقولوا لنا في بلادكم شنو تسموها؟ سبحان الله نفس الشيء معناها التين والزيتون موجودين مع بعضهم. هذه دار مهجورة هذه، لكن ما زالت فيها الكرمة مش مرقة برشا، لكن معنا موجودة الزيتونة ما شاء الله والبصاع. وانت تتمشى في شوارع تونس الزيتون تلقاه في الشارع. بسم الله ما شاء الله. هذوما 3 زيتونات هيك غادي، وهذا زيتون هنا ما شاء الله، وهنا الجنانات غادي كلها زيتون وقوارص. هذه القوارص هذه ليمون سيترون. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ايامكم كلها ورود. احلى تحيه ليكم من تونس جنوب البرتغال. وما نجمش نجي لتونس وما نشربش فيها قهوه، يلزمني نعمل قهوه في تونس. Bem-vindo à Tunísia. Why the name of this town is Tunis? Because this town is not exist. Okay. When comes the train, Okay. they made the station here. Okay. They start to make the houses. Okay. Because you have only a small town very close. Okay. It's Aldeia de Tunis. Tunis. Okay. Aldeia de Tunis. It's as small as the country of Tunis. You Yes, know, very small. It's very small. it's very small. Yes. But the name is related with the country Tunisia or not? No, I think no. Okay, thank you very much. احنا شرينا القهوة، نشربوا قهوتنا في تونس. Quelle note de sur 10? Moi je dirais 6 sur 10. يا سيدي كيما وعدتكم وفيت بالوعد ولا؟ وفيت. ايوه هاكا نعملوا سيدي، نعملوا في قهوه
في تونس. واو. تونس العاصمة. القهوة متاعهم بانورو. جولتنا في مدينة تونس كملت، تو باش نتنقلوا لمدينة أخرى تبعد عليها حكاية 30 كيلومتر، وكانت عاصمة المسلمين في غرب الأندلس. المدينة تو اسمها حاليا سلفس، وقبل في عهد المسلمين اسمها شلب. خليكم معنا وللحديث بقية. قلعة شلب من أهم القلاع التاريخية في جنوب البرتغال، وهي كانت عاصمة المسلمين في غرب الأندلس. قلعة شلب ما بنوهاش المسلمين لأن هي كانت أقدم وسكنوها حتى الرومان وكل شيء، لكن المسلمين كيف فتحوا جنوب البرتغال معناها كبروها، وكما كبروها وزينوها معناها بالشكل هذا، ما كانتش بالشكل هذا. المسلمين هم اللي خلوا الطابع متاعهم والبصمة متاعهم. بسم الله ما شاء الله، شوفوا السور ومبنية بالحجر الأحمر. لهنا باش نقرب لكم معناها، شوفي بسم الله ما شاء الله، أيادي مسلمين اللي بنت وعمرت. معناها الشكل اللي قاعدين نشوفوا فيه للقلعة هذايا هو الشكل اللي خلوه المسلمين، لأن المسلمين هم اللي زادوا كبروا فيها وزادوا طوروها معناها من ناحية البناء باش تكون قلعة عسكرية، قلعة صامدة إلى يومنا هذا. 716 ميلادي هو تاريخ فتح جنوب البرتغال، وإلا ما يسمى في الماضي غرب الأندلس، وكان على يد طارق ابن زياد. بالنسبة للقلعة هذه فيها 9 أبراج، مساحتها 12,000 متر مربع، وكانت في عهد المسلمين هي الإدارة العسكرية، يعني كانت الأمور تدار من هنا. بسم الله توكلنا على الله. هكا كما قاعدين تشوفوا في كلمة شلب بالعربية. لهنا باش ناخذوا تيكي وباش ندخلوا للقلعة إن شاء الله. هذه الماكيت متاعها. هذا واحد من البروج ال9 اللي موجودين في القلعة. من هنا المسلمين كانوا على مدار 500 عام يراقبوا في الحدود متاعهم. شوفوا علاش طل القلعة. هذه منا كلها منازل اللي قاعدين تشوفوا فيها. أكيد المنازل هذه قبل والأراضي هذه كانت على ملك المسلمين معناها. مدينة شلب في عهد المسلمين ازدهرت برشا بالتجارة والعلم والثقافة، خاصة أنهم استغلوا نهر أراضي، استغلوه للتجارة والنقل البضائع معناها، واستغلوه زادة كما قلت لكم لري الأشجار. هذه منا زادة. هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه لوطة، هذوما كانوا منازل فخمة، كانوا يفتحوا على بعضهم معناها، أما حسب اللي مكتوب ماهوش في عهد المسلمين، هذا بعد عهد المسلمين. والأكثر حاجات اللي باش تلاحظوها في القلعة خاصة معناها بالنسبة للأشجار، فما الزيتون وفما النخيل وفما القوارص، لأن المسلمين معناها كي جو من الأندلس غرسوا لهنا أشجار النخيل وغرسوا الزيتين وغرسوا القوارص. معناها هما كي جو هنا عمروا وزينوا وطوروا، لأن عملوا زاد استغلوا النهر الموجود في مدينة سلفس وعملوا به نظام الري. معناها دنيا متطورة على الآخر ما شاء الله يا ربي. هاي نتصور هذا منا كان مدخل القصر ولا المنزل. لهنا زاد نشوفوا بعض الأواني معناها اللي من الفخار، أهم هكا. هذا كيما السفري نتاع زيت الزيتون، تو موجود في جربة في تونس. الفيديو هذا راهو باش يكون تاريخي شوي، إن شاء الله ما تفدوش، خاطر مش ديما كان ماكلة وأسواق ومرشيات. حتى التاريخ باهي، خاصة كي يبدأ التاريخ مربوط بالإسلام، يعجبنا برشا. واللهم انصر الإسلام والمسلمين.
لهنا عجبتني الدار هيك اللي قاعدين تشوفوا فيها، بسم الله ما شاء الله مزينها. اكيد راهي كانت دار وزير ولا كانت دار ملك، الله اعلم في العهد الاسلامي وقتها معناه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ربي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي الجردة هذه من فوق مزينها. المعروف على الأندلس أن يهتموا ياسر بالمساحات الخضراء، يعني كان عندهم حتى طابع معين نتاع الجردة والجنينة وكل شيء، كيفاش ينوروهم، كيفاش يريقلوهم وكل شيء. وتتوسط الحديقة ديما النافورة واضح ريتي هنا الدائرية، ديما حاجة دائرية وفي الوسط تم النافورة. أشجار الزيتون، زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذا كل منا زيتون. هذا النخيل، وابش نوريكم حتى الكروم. هذه النافورة اللي تتوسط الحديقة، طراز أندلسي. شوفوا لي الكروم يا سيدي، هذه هي الكروم إن شاء الله. لكن الكروم في العربية هي العنب، هذا التين، الكرموس، الكرمة هذه. هذا منا التين، شجرة التين، هاي فيها. هذه الكروم منا أشجار مثمرة الكل معناه. وهذا لهنا المسلمين استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها قال لنا فيما معناه حتى إذا قامت الساعة ولقيت بحذاك معناها عود غرس لابد أنك تغرسه، وهي قايمة الساعة معناها. هذه الحديقة منا ما شاء الله. شنو كان شعورهم في 1249 كي غادروا خلوا المكان هذا الكل بعد ما شيدوه وزينوه ونظموه وطوروه، خاصة التطوير، لأن القلعة كما قلت لكم راهي كانت موجودة حتى من قبل الرومان، لكن بالشكل النهائي هذا راهو يرجع للمسلمين اللي بنوها بالحجارة الحمراء وطوروها وطوروا برشا أشياء فيها، معنى أنها قلعة صامدة إلى يومنا هذا. هذه نافورة أخرى. وتو باش نهزكم الأهم حاجة اللي هي ما تجيش حياة بدون ماء، باش نهزكم نوريكم كيفاش المسلمين في العهد هكا حافظوا على الماء واستغلوا المياه الأمطار، وكيفاش معناها حافظوا على الماء الصالح للشرب وكل شيء. هذه منا صورة كاملة للقلعة معناها. ها هي القلعة كيفاش من داخل، السور داير بالساحة، ساحة كبيرة بسم الله ما شاء الله، تتوسطها الحدائق كما قلنا. لكن فما حاجة مهمة طوروها المسلمين، هل نمشي نوريها لكم تو، خليكم على الفيديو. المعروف عنا على العرب والمسلمين كي يجوا للأندلس طوروا نظام الري بشكل غريب جدا، فهمتني ولا؟ واستغلوا الأنهر الموجودة في أوروبا باش يطوروا عملية الري. به عندك هذه في القلعة شلب، هذا يا سيدي عندك هنا السيستم كيفاش كانوا يجمعوا في الماء. عندك عبارة هم على 4 خزانات كيما ديار الكمر، والسعة متاعهم كل 1,300,000 لتر متاع ماء يخزن. باهي كل خزان معناها عبارة على 4 خزانات، كل خزان الطول متاعها 20 متر، العرض 16 متر، والارتفاع 7 متر. بالطبيعة هنا كان يتم تجميع المياه وبعطيلي التوزيع نتاعها، فهمتني ولا؟ سواء للشرب ولا للري ولا اللي هو، وبقوا يستغلوا فيها للثمانينات القرن العشرين، معناها هنا الناس سيستم قاعدوا يخدموا به من عهد المسلمين إلى ثمانينات القرن العشرين. معناها المدينة كاملة تشرب من هنا. المدينة كاملة تشرب من هنا. يستغلوا في المياه، يعملوا يجمعوا 1,300,000 لتر وبعطيلي يتم التوزيع نتاعها. هاي ندخلوا نشوفوه من الداخل كيفاش. هاي لهنا هبطنا وين يجمعوا في الماء، ما شاء الله تحس فما برودة وفما ريحة الندى هنا. هاهو كيفاش كان.
هذاك كيما الكمر الفوق اللي شبحناها اللي شفناه من برا معناه. هذا كي كانوا المسلمين يعطوا قيمة كبيرة للعلم، لأن ما يجي حتى شيء بدون علم وبدون ثقافة. العلم هو اللي يطور الدول ويطور المدن وكل شيء. وفي فترة ملوك الطوائف بدت الدولة الإسلامية تضعف، خاطر فما خلافات داخلية وخلافات على الحكم. قلعة شلب طاحت أول مرة عام 1189 ميلادي على يد سانشو الأول اللي هو ملك البرتغال. هذا هو الملك سانشو الأول ملك البرتغال اللي في عهده هو طاحت الدولة الإسلامية. عامل لله معناها هنا نصب تذكاري. هاي طاحت الدولة الإسلامية أول مرة في 1189. سانشو الأول هذا ملك البرتغال، وبعد رجعوها المسلمين. أما خسارة الحكاية ما دامتش برشا، لأن عام 1249 ميلادي عاودت طاحت بدون رجعة. أما القلعة اليوم تبقى شاهدة على 5 قرون بقوها المسلمين في المكان هذا. ديما تونس في بال العبد وين يحوز تونس في بال. هذه الشبابيك مش تفكرنا بشبابيك سيدي بوسعيد كي يبدا فيهم هيك كيما النص الدائرة معناه. أما متاع سيدي بوسعيد أجمل الحق متاع ربي عاد. شوف سيدي حتى اللي يطرقوا بها الباب كيما في تونس، كيما في شمال افريقيا. منقلة المياه هذه كانت تاع تونس. زينها حتى الالوان اللي عاملينها الاحمر الاصفر. باش ندخلوا نعملوا دوره في المتحف، شوفوا شنو فيه. هو متحف اركيولوجيك. الأزقة كلها جميلة معناها اللي دايرة بالقلعة هذه كلها كانت أراضي مسلمين. أكثر حاجة باش تشوفوها في المتحف هي الأواني الفخارية، لأن جنوب البرتغال راهو مشهور برشا بالفخار. كما نقولوا في تونس قلالة معروفة بالخزف والفخار، كيف لهنا جنوب البرتغال معروف بالفخار. شوفوا حتى لي موتيف اللي موجودين في التباسي، هذه كيما الجديوة، هذه كلها أواني معناها تاع المطبخ. هذه مكتوب عليها حتى بالخط العربي، معناها نتصور راهي آيات قرآنية وإلا أدعية. هاولا هنا يوري لك كيفاش كانوا يستعملوا فيهم الأواني هاكو. هذه مكتوب عليها آيات قرآنية، لهنا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله يبقى شاهد على فترة المسلمين اللي عدوها في جنوب البرتغال غرب الأندلس. البير اللي وريته لكم من بكري من فوق، شوفوا بسم الله ما شاء الله، نجم تهبط وتدور بيه البير، لكن الله غالب لهنا مسكر. هاي بسم الله ما شاء الله. هاي هنكتي معناها كي الدور لين تهبط القاع البير من اللوطة، لكن هكا عاملين لانتردي من فم، لكن النجم نشوفوه من الشباك هذا. بسم الله يا الله. نزيد نكبر لكم فيها. بسم الله ما شاء الله، مازال فيها الماء. يا الله مازال فيه الماء البير. يا الله ما شاء الله ما شاء الله يا رب. هاوكا معناها كانك تكمل الدور من غادي باش تقف في الشباك هكا، وبعدين تكمل الدور توصل للشباك هكا حتى تهبط للقاع، لكن هما مسكرين عاملين كان مستوى واحد تنجم توصل. سبحان الله. وبعد قلعة شلب باش نمشوا الأشهر ساحة في البرتغال، واللي هي ساحة المعتمد ابن عباد. اللغة العربية في أشهر ساحة في البرتغال، ساحة المعتمد ابن عباد.
نشوف معناها كيفاش المسلمين في العهد هاكا كانوا قوة عظمى. ألا حي أوطاني بشلب أبا بكر، وسلهن هل عهد الوصال كما أدري، وسلم على قصر الشراجيب عن فتى له أبد الشوق إلى ذلك القصر. المعتمد بن عباد كان شاعر وملك على إشبيلية، مولود في باجة اللي هي راي مش باجة التونسية، باجة نتاع البرتغال، ومات في مراكش. إنسان معروف بالرقي نتاعها، شاعر وفنان وخلى مجد كبير في المنطقة هذه. زاد عاملين النافورة هذه نتاع الماء، عاملين مجسم للمعتمد بن عباد، وعاملين زاد لهنا كاتبين ابيات شعريه لانه هو كما قلنا كان شاعر. ولهنا زاد يورينا النساء في العهد الاسلامي كيفاش كانوا. هاي لهنا مثال، ساحه جميله جدا. تتجول في مدينه شلب، انا نحب نقول كان شلب، ينتابك هيك شعور واحساس غريب، معناها تقول سبحان الله، معناها 800 عام التالي معناها كانت هذه البقعه هذه كلها مسلمين. سبحانك يا الله، اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. ما زلنا مواصلين في تتبع اثر المسلمين في غرب الاندلس جنوب البرتغال، واليوم باش نمشوا لقريه ميرتولا. علاش قرية ميرتولا؟ خاطر قرية ميرتولا ما زال فيها أثر المسلمين رغم خروج المسلمين من غرب الأندلس منذ 800 سنة. 8 قرون التالي كان يرفع الأذان في المكان هذا في قرية ميرتولا. شوفوا المأذنة، بسم الله ما شاء الله، خسارة رفعوا فيها الجرس، الصليب من فوق. ندخلوا الكنيسة ونشوفوا أثر المسلمين في المكان هذا. بسم الله. هنا في الكنيسة ما زالوا يصلوا في اتجاه قبلة المسلمين. هاوين هكا اللي نشوفوا فيه غادي هو المحراب. شوفوا زاد منا كيفاش الزخرفة، ما شاء الله يا ربي ما شاء الله. هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه توا المنبر، هكا الباب الصغير وين كان فما منا دروج ويطلع الإمام باش يخطب نهار الجمعة. هذه منا تحسها كما قاعة، معناها مفصولة على الساحة على قاعة المسجد، وكأنها تقول معناها انك انت قاعة صلاة للنساء. الله أعلم معناها شنو كانت بالضبط. شوفوا حتى الأبواب، معناها التراث الأندلسي معناها حاضر لهنا بقوة ما شاء الله. هذه كلها أيادي مسلمين بنت وعمرت، ولكن كهو شاءت الأقدار وتسقط، والدايم كان وجه ربي. مكان هذا كان يعج بالمسلمين. هذه منا الله أعلم شنية معناها، تقول وكأنها هيك الخابية الماء، معناها وكأنها كانوا يبردوا فيها الماء ويشربوا فيها معناها في الجامع. الله أعلم معناها، اللي عنده فكرة يعطينا معناها ينورنا، لأن هذه احنا في مثال في تونس في شمال أفريقيا ما عندناش معناها الشكل هذا في الجامع. أنا نتصور متاع ماء معناه صالح للشرب. شوف كأنك معناها في مسجد معناها تو في تونس وإلا في المغرب وإلا في الجزائر، نفس التراث. سبحانك يا الله. هو معناها هذا المكان هذا كان يعج معناها بآيات القرآن والأصوات والتكبير، والآن أصبح كنيسة. كي كانوا المسلمين قوة. قرب لكم معناها حتى شوفوا هذيك البودرة العرسة، معناها مش عارفة بالعربية الفصحى، العمود معناها كيفاش هوني تراث إسلامي أندلسي. هذايا منا زاد خارج الجامع، خارج الجامع. شوفوا كيفاش معناها هما كل شيء غطوه دهنوه بالابيض، خلوا كان المدخل الرئيسي معناها بالزخرفه الاندلسيه الاسلاميه. الحق نتاع ربي كان خلوها كما كانت خير. هي منها كيفاش فما هدوء معناها في المكان، على الرغم انه القريه هذه معناها في عهد المسلمين كانت قريه معروفه بالتجاره، معروفه فما حركيه معناها في المنطقه هذه.
هذايا المكان الوحيد اللي مازال في البرتغال يشهد معناها على تاريخ المسلمين، مازال فيه معناها شواهد حاضرة ظاهرة معناها للعموم، كما الأقواس، كما المحراب، كما المنبر، كما الزخرفة الأندلسية. Mértola, c'était un village très important de la époque romaine au XIIIe siècle de la Reconquête. C'était romaine, après visigothique, les premiers chrétiens, et après 5 siècles islamiques, de 8 siècles au XIIIe siècle. Nous pouvons voir l'église. L'église était une ancienne mosquée au XIIe siècle. Et dans la mosquée, elle a 4 portes avec le arc. Les murs sont de la mosquée aussi. Et le mihrab, c'est en face pour Mecca. Oui. Au temps de la mosquée, le toit, c'est le toit. Maintenant, le toit, c'est gothique du XVIe siècle. D'accord. Et les murs, ce sont les mêmes qui étaient posés par les musulmans. Oui, oui. Ok. Les murs de la mosquée, ce sont les mêmes de la mosquée. Au XIIIe, Mértola était reconquis par l'ordre de Saint-Jacques. Ouais. L'ordre de Saint-Jacques a fait la reconquête en Portugal. Ici à Mértola, 1238. Et la mosquée se convertent à une église catholique. Ouais. Okay. Oui, au XIIIe siècle. Mais elle a 3 choses de la mosquée. Les mihrabs, les portes et les murs. Les archéologues, ils ont trouvé un cimetière chrétien. Après, ils ont crassé plus. Ils ont trouvé un quartier islamique. Et ici, nous avons une réplique d'une maison. D'accord. C'est au-dessous de la cimetière qui est là. Oui, oui. Et en dessous de la cimetière, ils ont trouvé un quartier islamique. Islamique, oui. Okay. Et le quartier, toutes les maisons étaient comme ça, avec un patio au milieu de la maison. Et toutes les chambres sont autour de les patios, un patio intérieur. Toutes les maisons avaient une cuisine et une place pour stocker les aliments. Les aliments. Et l'eau aussi, c'est très important, conserver l'eau fraîche. Ouais. Ils avaient déjà une latrine et une chambre avec un lit. Si la maison avait seulement un lit, qui dort là? Le chef de la famille. Oui, les autres, ils dorment sur les carpis au soleil. Oui. Okay. Les maisons sont il n'y a que le chef qui a un lit. Et avec les telhas, les toiles. Les toiles. Oui. Pour fermer. Oui. Ils ont stocké tout là-haut de la pluie. C'est très important de stocker ici, dans les patios, là-haut de la pluie qui tombe sur le toit et le stocke. Oui. On fait même ça en Tunisie, on le garde. Oui. Les maisons, elles n'avaient pas de fenêtres. Pourquoi? Parce que ici, à l'étage, il fait beaucoup de chaleur à l'été. C'est à cause de la chaleur, mais aussi pour préserver la privacité de la femme de la maison. Ah, d'accord. L'entrée, c'est un code, comme vous devez voir. Qui est à la rue ne peut pas voir les femmes qui sont à l'intérieur. Oui. Merci beaucoup. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est très intéressant. Merci beaucoup. ديما المسلمين كيف يبنوا المدينة متاعهم ولا القرية متاعهم ديما يختاروا المكان العالي. علاش يختاروا المكان العالي؟ باش من المكان هذاك ينجموا يراقبوا الحدود متاعهم ويحفظوا السلامة. هذه كلها اللي قاعدين نشوفوا فيها هي منازل توا في ميرتولا، هذه كلها كانت مسلمين وكانت أراضي المسلمين معناها. أنا حبيت أصور لكم نهر الآن. هذا كما قلت لكم كانت تعج به السفن والمراكب، كانت أمور تجارية معناها تقام في النهر هذا معناها. المسلمين في أي مكان فتحوه يعمروا ويطوروا ويغرسوا، ومن أكثر الأشجار اللي
باش نشوفوها في جنوب البرتغال، اللي هي أشجار الزيتون، فما الكروم وفما أشجار التين، وجابوا معاهم زاد القوارص من الأندلس. هاي منا كما قاعدين نشوفوا أشجار الزيتون. بسم الله ما شاء الله يا رب. والله معناها كي تتفكر معناها تقول المكان هذا 800 عام كان كل مسلمين هنا، كان يرفع الأذان، والآن بقي كان الآثار متاعهم شيء يحزن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا في كل مكان يا رب العالمين، وكن معنا ولا تكن علينا يا رب. وتوا باش نطلعوا للقلعة وين كانت تدار الأمور العسكرية، قلعة ابن قاسي. لهنا وصلنا للقلعة. أول حاجة باش نشوفوا تمثال الفارس هذايا اللي هو تمثال ابن الفارس ابن قاسي، اللي هو كان ملك في على منطقة ميرتولا. ها هو الفارس على الحصانة متاعها، وفي عهده هو سقطت القلعة هذه وسقطت مدينة مورتيلا وأصبحت مدينة مسيحية. هاي شوف اسمها لهنا ابن قاسي 1144 1147. أنا هو بقى 3 سنين في الحكم ومن بعد سقطت. كانت تدار الأمور العسكرية والسياسية هنا. كان أمن القرية كامل. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي القرية تشبه برشا قرية سلفس، غير أنه قرية سلفس على اللون الأحمر، الأحجار المبنية بها هذه أحجار صخرية كل شيء، لكن ماهيش باللون الأحمر. هاي أول حاجة تعرضنا الصليب. المدخل الثاني للقلعة. بسم الله يا رب. البناء كله متشابه، سور داير بالساحة، وهذا اللي نشوفه فيه هذا البرج، برج المراقبة. هذه تطلع بالدروج وتطلع الأعلى تشوف المدينة كاملة من فوق. فيها سكينة، فيها هدوء، عكس ما كانت عليه 800 عام التالي. كانت هنا أكيد راهي مدافع وجنود وتخطيطات وأمور عسكرية. الباب على شكل القوس، ندخل منه نشوف هذا وين يخرجنا. بسم الله ما شاء الله. النسمة لهنا هذه كيما التراس، نتصور هنا كانوا معناها ياخذوا فيها استراحة الجنود، ويطل على الخضار هذا الكل. لهنا باش نطلعوا الأعلى قمة في قلعة ابن قاسي. تلقى عاملين هيك كيما المتحف، عاملين فيه بعض المعلومات معناها وكل شيء. أما أكثر واحدة شدت انتباهي اللوحة هذه اللي هي كما قاعدين تشوفوا معناها المحارب الصليبي كيفاش هو عافس على الجندي المسلم في كي تحت معناها كي سقطت الأندلس وسقطت قلعة ابن قاسي. لوحة قاسية برشا معناها. لهنا حبيت نوريكم الجسر اللي بنوه المسلمين كي كانوا موجودين في المنطقة هذه. الجسر هذا من عهد المسلمين، معناها عنده 800 عام. وتحت الجسر تحت الجسر هذا فما نهر الآن، اللي هو نهر كانت فيه تجارة بحرية، كانت فيه مراكب، كانت فيه سفن، معناها كانت حركية تجارية كبيرة في المنطقة هذه. ومن قلعة ابن قاسي باش نكون وصلنا لآخر الفيديو متاعنا، اللي هو تتبع أثر المسلمين في غرب الأندلس جنوب البرتغال. إن شاء الله يكون الفيديو ممتع، وإن شاء الله تكونوا استنفعتوا وكانت معلومات قيمة. انتظرونا في فيديوهات قادمة من دول أخرى بإذن الله. إلى اللقاء. حاضرين للمغامرة ولا؟ إن شاء الله. جلاتو ليموني. أجواء لشبونة من شباك الشقة متاعها، عامل موسيقى.